باقي من الزمن 5 دقايق. بعدين تعالي هنا. بس شغل الشوكة دي هيمشي معايا. انت الفرخة كده. السلام عليكم، بدي اتحدث اليكم فيديو. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير عشان نفضل مستمرين معاكم كده. دلوقتي ان شاء الله هاكل معاكم الطبق الجاهز اللي انتم شايفينه ده، فراخ مشويه في الفرن بس صدر كده، انا عامله بطريقه معينه فهعمل فيديو عنها ان شاء الله قريب. ودي بومفريت عاملها بطاطس محشي بتنجان، انتم شايفين كده معايا 6 محشيات ان شاء الله. ومعايا البطاطس دي كنت مقطعها تحت الفراخ نفسها بلاكات، ومعايا مايونيز عليه مستردة نزل عامله في البيت هنا. ناكل الاكل ده في خلال 10 دقايق. يلا بينا. ومعانا التوقيت هنبدا دلوقتي، هنبدا 10 دقايق كنا نسفنا الطبق ده ناس تحدي، ولو خسرت يبقى انتوا اللي تختاروا العقاب ايه. ماشي. يلا هنبدا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تحدي ان شاء الله هنكسب. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملها جوت يا جماعه، جميله بالمايونيز اللي شايفين كده، رهيبه. دي البطاطس بقى اللي انا كنت حاططها جنب بتاعت الفراخ، سووا عليها. يلا الروعه، مش عشان اللي اعملها والله، بس ان شاء الله اعملكم فيديو عنها قريب بالطريقه ديت. نشوفوا بقى الفراخ في الفرن ازاي. حلوه، تغيير عن الطريقه التقليديه بتاعت كل البيوت دي. فراخ الجوسي يا جماعه طريه من جوه، مش ناشفه ولا حاجه، بس هو مش التحمير ده خفيف، بس بصراحه رهيبه. بقينا دقيقه ونص كده اهو. وافضل محشي عندي اصلا في المحاشي كلها هو الكوسه. انت تقول لي بقى ورق عنب ولا غيرها، ومحشي الكوسه نمبر 1 عندي. ودي اذواق طبعا يا جماعه. سلام، الله على الفراخ وحلاوتها، ده جميل. غطسها في المايونيز كده، رهيبة. دي نغرت في الاكل، كله بيقول لي انت بتعمل لنا الفيس مكرونات وبتاع لا، فراخ يا جماعه، بنبدأ محشي اهو. ده طبعا المحشية ديت عضيت على الشوكة، معلش. انها رهيبة للغاية. المحشي انا عامله طبعا. انت الفراخ
المايونيز والبطاطس مجهزة عندي زي الكونفليكت كده مجهزة يعني. الله. بس نخلص بدري. مش في حاجة بلع عليها خالص. لو ما بلعش بطل تنتلع. باقي من الزمن 5 دقايق. رايح فين؟ مش عايزين. ده فطار يا جماعة أصلا. الأربعة دي شكلها أخسر. بس شغل الشوكة دي مش هيمشي معايا. امسك الفرخة كده. سبع دقايق بلعب في الوقت الضايع. مش عارف. شكل أخسر التحدي. خسرت مش مشكلة يا جماعة، يبقى أنتوا بقى تعجبوني بطريقتكم. والله فراخ. أنا مولع. تعالى يا جماعة.
Ben ثانية. عشر دقايق مش بكذب عليكم. الحمد لله كنست الكمية. مش هتطبق ولا مش بقى. عرفت ان كده ايه؟ كسبت التحدي، مش هتعاقب ان شاء الله. ماله الايد؟ ماله الايد دي؟ ماله؟ لازم اختارنا الشوكة ولا دورت؟ لازم نبلع. مش قادر، لازم نبلع بكوباية المية هذا. الحمد لله. تجربة بصراحة جميلة. نتسلى مع بعض يا جماعة، مش عنده وقت فراغ نقدر نتسلى بفيديوهات زي ديت، ما يتفرجش يشوف محتوى تاني. انما مش بقدم محتوى يفيدك دلوقتي، انما لو في الطبخ ان شاء الله في سلسلة كده هعملها، ان شاء الله في سلسلة هعملها، سلسلة بودي في المطبخ دي، طبعا معلومات وافادة للجميع. بما ان بقى بشارك حاجات معاكم كده يعني ايه في الحياة يعني بنعملها مع بعض وكده، نتسلى مع بعضنا. وما تنسوش بقى تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والشير، عشان عايزين ننزل معاكم سلسلة فيديوهات كده جامدة مع بعضها ورا بعضها كده. لاجل ظروف يعني كانت عندي ما كنتش بنزل فيديوهات، لاجل جدتي الله يرحمها رحمة الله عليها يا رب، يعفو عن امواتنا جميعا ويلحقنا بيهم على خير. ما تنسوش بتاع اخلاص منكم كده. ما تنسوش بقى بالدعم والسبسكرايب على الفيسبوك يا جماعه. انا مش بنزل فيديوهات كامله، بعمل برومو للفيديو، لقطات من بعض الفيديو اللي انا بمنتجه، ثم بعملها برفعها برابط لقناه اليوتيوب. اهم شيء عندي الشانل بتاع اليوتيوب ده اللي هو يكبر، وبعد كده ندور بقى لما ان شاء الله القناه تنزل وكده هبتدي بقى اعمل سلسله للفيسبوك، سلسله اليوتيوب، او الاثنين ينزلوا مع بعض زي اي يوتيوبر بيعمل فيديو. ولو عايزين اكلات من دي تاني، تحديات زي ديت، اداه اقوى، ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات. على اكتر كومنتات هيجي عليها لايكات التحدي ده ان انا هعمله باذن الله. ممكن اتدخل مع حد من عيال اخويا معايا، ممكن لا انا لوحدي يعني ان شاء الله كيف اقوم بيها، بس ليا طاقه معينه برضه يا جماعه، يعني مش الوحش مش الوحش الاكل زي الوحش الاكل كنت متابعه على اليوتيوب ده ربنا يديله الصحه. ما تنسوش بقى من دعمكم ودعوه باخلاص ظهر الغيب، واشوفكم في فيديو جديد. احلى متابعين، سلام.